فضيحة مدوية تلك التي هزت القطاع البنكي بالمغرب بعد الكشف عن تسريب معطيات أكثر من 31 ألف بطاقة بنكية مغربية على شبكة الإنترنت المظلم. ووفق تحليل أجرته شركة سايفرليك والمتخصصة في مراقبة الويب المظلم واختراقات أمن الشركات، فإن التسريبات همت 31.220 بطاقة دفع. من بين البطاقات المعنية هناك 21,657 بطاقة مسربة تحمل رمز CVV، و19,453 بطاقة تحمل تاريخ انتهاء صلاحية، و5,523 من هذه البطاقات لا تزال صالحة وتشكل مخاطر جدية للاحتيال المالي. وقبل أيام كشف تقرير جديد من كاسبرسكي للاستخبارات الرقمية عن اتجاه مقلق، وهو عبارة عن تسريب كبير لنحو 2,300,000 بطاقة مصرفية على الإنترنت المظلم. وتتبعت الشركة ذلك من خلال سجلات برامج سرقة البيانات بين عامي 2023 و2024. وتؤكد هذه البيانات على وجود ثغرات خطيرة في الدفاعات الرقمية، حيث تسلط الضوء على أن واحدة من كل 14 إصابة ببرامج سرقة المعلومات تؤدي إلى سرقة بيانات بطاقات الائتمان.